اول ايه هي ذا فاليو وايه التاريخ بتاعها. ده سعر التاون هاوس 116%. طيب اللوكيشن بتاعنا فين؟ في قلب الكوميونتي، حواليها حزام كامل من الامينيتي. السلام عليكم ورحمه الله، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر فخري، والنهارده هنشرح مع بعض كلاستر ريفيرا، اخر كلاستر المفروض هيطرح في منطقه ذا فاليو. طيب قبل ما نخش على الكلاستر ده خلينا نفهم اول ايه هي ذا فاليو وايه التاريخ بتاعها. سنه 2019 تم طرح ماستر بلان ذا فالي باول حاجه فيها اللي كانت ايدن وتاليا. ساعتها كان لسه الاسعار على 1.3 1.4. من ساعتها من 2019 لحد دلوقتي ده سعر التاون هاوس 116%. طيب اللوكيشن بتاعنا فين؟ احنا دلوقتي موجودين على شارع العين. شارع العين هنا بيوصل الى الداون تاون في حوالي 15 الى 20 دقيقه، وبيوصل الى المطار برضو في حوالي 20 دقيقه 25 دقيقه بالكتير، مطار دبي الدولي. ليه؟ لان شارع العين ده 6 حارات رايح و6 حارات راجع، فالكونكتيفيتي بتاعه الماستر بلان دي كويسه قوي قوي لو انت عايز تطلع على شارع الامارات على طول، او عايز تطلع على الداون تاون، لانه انت كده كده في تقاطع شارع العين امارات ومحمد بن زايد. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الكوميونتي كلها تاون هاوسز وفيلل. مفيش هنا شقق، مفيش هنا اي حاجه تانية غير تاون هاوسز وفيلل، ان كانت شبه مستقله او مستقله بشكل كامل. طيب اول فيز اللي هي فيز 1 ذا فالي دي اتطرح فيها 11 الى 12 كلاستر، كلهم اتباعوا. تمام؟ وسنه 2024 اتطرح 2.1 مليون متر مربع من ذا فالي فيز 2. احنا اوريدي بعنا كلاسترز كتير، ودلوقتي مركزين على الكلاستر اللي هو ريفيرا، ده اخر طرح من اعمار. ده هيكون الفيلل الاكثر اهميه داخل الكلاستر ده. اوكي، خلينا نبص على الكلاستر الكبير او الموك اب الكبير. ده المفروض فيز 2 من ذا فالي اللي فيها الفيلا اللي في النص. الكلاستر اللي في النص ده هو اللي هيتطرح، كله عباره عن 4 بيدروم فيلاز. اوكي، كل اللي حوالينا هنا تاون هاوسز، هنا في زي تاون سنتر. بس اهم حاجه في ذا فالي فيز 1 كان فيها المفروض بيتش كلوب، وكان فيها شاطئ رملي كامل، وفيها تاون سنتر. هحط الصور بالمساحات. كان فيها تاون سنتر، كان فيها بيتش، وكان فيها كيدز ديل ومنطقه العاب او سبورتس اريا. المميز بقى في المنطقه دي اللي هي الفيز دي ان ريفيرا في قلب الكوميونتي، حواليها حزام كامل من الامينيتيز، فيها اكتر من 1,300,000 متر مربع بالاوبن سبيسز او بالبارك. اوكي، هنا احنا بنتكلم على 4 بيدروم فيلا، اسعارها لسه ما اتحددتش، ولكن هي هتكون تحت ال 5 مليون. فبنتكلم ان هي في رينج 4.6 4.7 في الحدود دي، لسه مش كونفيرم من اعمار، ولكن لان احنا دلوقتي في البري لونش فيز. كلهم 4 بيدروم فيلاز. انا هسيب عامه كده كده لينك في الديسكربشن، علشان لو حابب اي تفاصيل او حابب تستفسر عن اي حاجه ممكن تسيب الديتيلز بتاعتك، انا هتواصل معاك بحيث لو في اي شيء او اي مشروع مناسب ليك ممكن انا ارشحه لك. اعمل سبسكرايب للقناه علشان احنا هنغطي مشاريع كتير جدا في دبي، خصوصا في اعمار الفتره الجايه. شكرا.